مداهم واحد من أشهر التيك توكرز في مصر، بقى اسم معروف جدا في عالم السوشيال ميديا. بدأ مداهم مشواره على تيك توك بفيديوهات بسيطة لكن مسلية، وقدر بسرعة يجذب عدد كبير من المتابعين بفضل خفة دمه وأفكاره المبتكرة. اللي بيخلي مداهم مميز هو قدرته على تنويع المحتوى اللي بيقدمه، من فيديوهات التحديات والمقالب لفيديوهات الكوميديا والحوارات اليومية. مداهم بيقدر يوصل لجمهور واسع ومتنوع، وده ساعده إنه يبقى من أكتر الشخصيات تأثيراً على تيك توك في مصر. مداهم مش بس بيعتمد على الفيديوهات لجذب المتابعين، لكن كمان بيستغل الترندات والأحداث الجارية بشكل ذكي جداً عشان يخلق محتوى يتفاعل معاه الناس بسرعة. يمكن ده اللي خلاه يحقق مشاهدات بالملايين ويجني أرباح ضخمة من خلال الإعلانات والشركات مع العلامات التجارية الكبيرة. في تقارير بتقول إن مداهم بيكسب حوالي 20,000 دولار في اليوم من خلال الفيديوهات بتاعته والإعلانات. الرقم ده خلاه صاحب لقب أغنى تيك توكر في مصر، وبيخليه نموذج يحتذى بيه لأي حد عايز ينجح في المجال ده. مؤخرا اشترى مداهم واحدة من أغلى العربيات في مصر، وده كان دليل واضح على النجاح اللي وصل ليه. فجمهور مداهم مش بس بقى بيشوفه كتيك توكر، لكن كمان كرجل أعمال ناجح قدر يستغل موهبته في الكوميديا وصناعة المحتوى علشان يحقق أحلامه. مداهم بيثبت كل يوم إن النجاح على السوشيال ميديا محتاج شغل جاد وتفكير خارج الصندوق، وإن أي حد عنده الموهبة والإصرار يقدر يوصل للقمة. والسؤال هنا، هل بتأيد فكرة النجاح والمكسب السهل زي ما عمل مداهم، ولا ليك وجهة نظر تانية؟ شاركونا رأي في التعليقات.